أهلا يا جماعة. النهاردة في الفيديو ده هنتكلم عن حاجة مهمة جدا في اللهجة المصرية، وبنستخدمها كتير جدا في الحياة، وهي الوقت. الوقت طبعا الوقت أهم حاجة في حياة أي إنسان موجود، ولازم كل إنسان يستغل وقته في الحاجة المفيدة ليه في الدنيا والآخرة. قبل ما ادخل في موضوع الوقت، لو حابب تتعلم اللهجة المصرية او اللغة العربية مع محترفين، يعني مدرسين محترفين في اللغة العربية او اللهجة المصرية، هيساعدوك جدا ان هم يساعدوك انك تطور مهارة التحدث ومهارة الاستماع. يعني مدرسين متحدثين اصليين. تواصل مع رقم الواتساب ده. طيب ندخل في موضوعنا النهاردة. في موضوع الوقت هكلمك ازاي بنتكلم عن الوقت في اللهجة المصرية، وايه الكلمات اللي بنستخدمها مع الوقت، وايه اكتر الجمل والتعبيرات اللي بنستخدمها مع الوقت. اول حاجة لازم تعرف ان اي حد لازم يحترم الوقت، لان الوقت هو حياة الانسان. لو انت ضيعت وقتك فانت ضيعت حياتك، فلازم تعرف ازاي تستغل الوقت في حياتك. طيب عشان نسأل عن الوقت في اللهجة المصرية، بنسأل بنقول الساعة كام دلوقتي؟ الساعة يا جماعة، دي الساعة، دي ساعة. فلما أسأل أقول الساعة كام دلوقتي، يعني الوقت كام. طبعا احنا مش بنقول الوقت كام، بنقول الساعة كام. كلمة الساعة ممكن دي اسمها ساعة، أو ممكن الوقت عامة اسمه ساعة. فأنا عايزك تركز قوي، لأن السؤال ده بنسأله كتير جدا. الساعة كام دلوقتي؟ دلوقتي. حتى يا جماعة كلمة دلوقتي اللي هي معناها ناو، دلوقتي أصلا هذا الوقت. فشوفوا بقى إن إحنا في اللهجة المصرية بنحترم الوقت إزاي. كلمة الآن، هذا الوقت، دلوقتي. طيب خلينا نرد على السؤال ده. دلوقتي الساعة مثلا واحدة. واحدة، دي الساعة واحدة. طيب احنا بنقول على الساعة مؤنث. الساعة واحدة، الساعة اتنين، الساعة تلاتة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، تمانية، تسعة، عشرة، احداشر، اتناشر. كل دي الساعات. نركز قوي لما نيجي نسأل عن الوقت. الساعة كام دلوقتي؟ خلينا نقول مثلا الساعة واحدة دلوقتي. طيب احنا كمصريين عندنا استخدامات تاني للوقت. مثلا عايزين نقول مثلا، يعني مثلا احنا عارفين الساعة واحدة دلوقتي. طيب كده الساعة كام؟ يعني شايفين يا جماعة كده الساعة كام؟ الساعة واحدة وخمسة. 5 minutes. الساعة واحدة وخمسة. طيب كده الساعة كام؟ الساعة واحدة وعشرة، يعني 10 دقايق. طيب نصعب الموضوع شوية. كده الساعة كام؟ واحدة، ركز ركز قوي، واحدة وربع. ربع. كده يا جماعة ربع. واحدة وربع. واحدة وربع. طيب نخلي الموضوع أصعب شوية. انت بتسأل دلوقتي، مثلا انت بتسألني بتقول لي الساعة كام دلوقتي؟ واحدة وتلت. ركز قوي في الحتة دي. واحدة وتلت. تلت. الساعة صعبة شوية في اللهجة المصرية. طيب كده يا جماعة شايفين هنا خمسة. واحدة ونص إلا خمسة، ونص إلا خمسة. اسمع كويس وحاول تكرر معايا اللي أنا بقوله، هيبقى ممارسة قوية جدا ليك. وأنا عارف إن اللغة محتاج تكرر فيها وتعيد فيها وإنك تستمر. واحدة ونص إلا خمسة، ونص إلا خمسة.
فلما يجي العقرب ده على 5 بنقول نص إلى 5. خلي بالك ده عقرب وده عقرب، عقرب اللي هو بيتحرك. طيب لما نعمل كده بقى بالظبط 1.5، 1.5، 1.5. طيب خلينا بقى نصعبها شوية، احنا ورانا حاجة. طيب ماشي، شايفين بقى العقرب هنا 1.5 و5. عندنا كام واو في الجملة دي؟ 1.5 و5. فلما تيجي بقى العقرب على رقم 7 هنا، فاحنا بنقول 1.5 و5. خلي بالك انت هتعمل كده في كل الارقام، طالما انت بتعرف الارقام فهتكون الساعة سهلة بالنسبة لك. طيب عايزك بقى تركز لان اللي جاي اصعب. كده so it's 140 right. لكن في اللهجة المصرية مش بنقول 41، لا بنقول 2 إلا 2 إلا التلت. 2 إلا كام؟ 2 إلا. شايف كلمة إلا دي؟ عايزك تحطها حلقة في ودانك. 2 إلا تلت. نقولها بسرعة بقى احنا ورانا حاجة. 2 إلا تلت، 2 إلا تلت. طيب نحرك بقى العقرب شوية، نحرك العقرب شوية، خليها كده 2 إلا ربع. 2 إلا ربع. إزاي نقولها بسرعة؟ طبعا أنا مش بعلمك تتكلم بالراحة، لأنك لو اتكلمت بالراحة كأنك بتتكلم زي الروبوت كده ومحدش هيستمع لك أصلا. لازم تتكلم بطريقة طبيعية عفوية. لما تيجي تتكلم هتقول إزاي بقى الوقت ده؟ هتقول 2 إلا ربع، 2 إلا ربع، 2 إلا ربع، 2 إلا ربع. دي 2 إلا ربع. طيب نمشي شوية، نمشي شوية. 2 إلا 10. أها 2 إلا 10. بعد كده 2 إلا 5، بعد كده 2. أظنك فهمت إزاي تقول الوقت. خليني برضو أدربك شوية عشان تقول الوقت. خليني أديك وقت وهسألك أقول لك الساعة كام دلوقتي؟ الساعة كام دلوقتي؟ طيب يلا حاول تقول لي دلوقتي، أنا بسألك دلوقتي الساعة كام دلوقتي؟ برافو عليك. طيب يا جماعة كده انت عرفت ازاي تتكلم عن الوقت وازاي تقول الوقت كويس. عندنا جمل كتير قوي بنستخدمها مع الوقت، عندنا امثال بنستخدمها عن الوقت، لان الوقت زي ما قلت لك من اهم الحاجات في الحياة. من الامثال اللي احنا بنقولها في الوقت: الوقت كالسيف ان لم تقطعه قطعك. طبعا المثل ده او القول ده من اللغة العربية الفصحى، ولكن احنا برضو في حياتنا بنستخدم امثال من اللغة العربية الفصحى. هقول المثل تاني: الوقت كالسيف ان لم تقطعه قطعك. الوقت كالسيف ان لم تقطعه قطعك. في مثل تاني مهم جدا: الوقت من ذهب. الوقت من ذهب. طبعا انتوا عارفين يعني ذهب، الوقت من ذهب. لو احنا هنقولها باللهجة المصرية: الوقت من ذهب. الوقت من ذهب. في اللغة العربية الفصحى: الوقت من ذهب. في اللهجة المصرية: الوقت من ذهب. جميل جدا يا جماعة. عندنا الأوقات في اللهجة المصرية أو في العربي: الصباح. الصباح ده أول لما تصحى بيكون الصبح. الصبح. بعد كده لما تكون الساعة 12 بنقول الظهر. الظهر. بعد كده بعد الظهر، بعد الظهر لغاية لما يجي العصر.
وده طبعا مرتبط بالصلوات للمسلمين. فلما تيجي مثلا الساعة 4 ممكن نقول العصر، بعد الساعة 4 بعد العصر، بعد كده طبعا من بعد الساعة 12 بنقول المساء أو المساء، بعد كده بعد المغرب هيجي الليل. وعشان كده ممكن نقول الليل برضو بنستخدم، ممكن نقول له المساء، زي مثلا مساء الفل، مساء الفل، صباح الفل. من أكتر التحيات المشهورة جدا عند المصريين صباح الفل، مساء الفل، صباح الخير، مساء الخير، كل دي مشهورة جدا عند المصريين. بعد كده يا جماعة طبعا انت عرفت كل الأوقات. لو عايز أقول مثلا انت لازم تحضر في الوقت بالظبط، عندنا كلمتين، كلمة بالظبط وحوالي أو تقريبا. بالظبط يعني بالظبط، لو قلت لك مثلا أنا لازم أشوفك بكرة في القهوة الساعة 2 بالظبط، يعني أنت لازم تيجي القهوة الساعة 2 بالظبط، ما ينفعش 2 و5، ما ينفعش 2 إلا 5، لازم 2 بالظبط. تقريبا أو حوالي هي عكس بالظبط، أو يعني هي مش عكسها بالظبط يعني. فلو قلت لك مثلا أنا شفت أحمد في الشارع الساعة تقريبا الساعة 2، تقريبا، حوالي، تقريبا وحوالي نفس المعنى. مثلا أنا ممكن أسافر بالعربية تقريبا الساعة 5 العصر، أنا هسافر بالعربية حوالي الساعة 5 العصر، أو تقريبا الساعة 5 العصر. طيب خلينا بقى أعلمكم شوية كلمات مرتبطة بالوقت. الساعة، بعد كده اليوم، طبعا اليوم أكتر من الساعة. اليوم يا جماعة في 24 ساعة، اليوم في 24 ساعة. بعد كده الشهر، الشهر فيه كام؟ فيه 30 يوم، الشهر فيه 30 يوم. بعد كده السنة، والسنة فيها 365 يوم أو 360 يوم. يعني أنا مش متأكد بالظبط السنة فيها كام يوم، لكن السنة دي أكبر حاجة في الأوقات. بعد كده في العقد والقرن، ملناش دعوة بيهم، دي حاجات كبيرة أوي. كده احنا اتكلمنا عن الوقت في اللهجة المصرية، وكده نكون وصلنا لآخر الفيديو، والسلام عليكم.